هذيك اكثر من 3 ايام ما نعش. علاش؟ حيت فوق ما جيت الناس كنحلم بواحد الكابوس اللي غريب ومخيف في نفس الوقت. كنحلم بواحد المراه لابسه البيض تكون عندها تقريبا 38 عام كتغوت وكتقول لي عاوني. وماشي غير هادشي، حلمت بحال جوج الناس كيدفنوا نفس المراه في وسط واحد الحفره كبيره في الصحراء وهي كتغوت وكتبكي وكتقول لي عاوني. واخر ليله حلمت بديك المراه ولات هيكل عظمي، وهيكل عظمي خارج من وسط القبر وتيبكي. تخيل دموع نازلين من هيكل عظمي. والغريب هو انني حاسس بلي شفت هذيك المراه في شي بلاصه، ولكن ما عرفتش بالضبط فين شفتها. وباش تفهموا القصه كامله غادي نبداو من الاول. انا سميتي يوسف وفي عمري 23 عام، خدام في الليفريزو، وخدام معايا واحد الدري صاحبي اللي في عمره 24 عام وسميتو عبد الرحمن. وانا قريت معاه الدري صاحبي قرينا مزيان، ولكن ما كاينش الزهر داكشي باش خدامين في الليفريزو. الدري صاحبي كانت فيه واحد القاعده اللي خايبه من ايامات القرايه، انه كان كيدخل في بزاف ديال العلاقات، كان بوبنات، كان نسوانجي، كان عطيها غير البنات، وخصوصا المطلقات كان كيحماق على المطلقات. وانا كنت ديما كنقول ليه بعد عليهم، بعد على البنات، يضيعوا لك الجهد والوقت وكلش. ولكن هو ما كانش كيبغي انني ننصحو، وديما كان كيدور فيا. ما بين هاد البنات اللي كيعرف كانت واحد المطلقه اللي كانت في عمرها 38 عام 37 عام بحال هكاك، وكانت لاباس عليها. وفاش وراها لي قلت ليه بعد عليها، هادي راه حاس بلي غتجيب لك شي مشكل. هو يدور فيا قال لي دير في سوق راسك، وقال لي ما بقيتش كنعرفك، قال لي انت وسالا العلاقه ديالي انا وياه. وهو حيت هذيك البنت كانت لاباس عليها صافي خلى الخدمه حيت كانت مهليه فيه، ومشى يسكن في المدينه ديالها. المدينه ديالي والمدينه ديالها بيناتهم تقريبا 30 كيلومتر. المهم ما علينا، انا رجعت كملت الخدمه ديالي صافي، ما بقيتش كنهضر معاه، بقيت خدام وحيت ساكن بوحدي. كنمشي كنخدم نهار كامل كنرجع بالليل كنعس، كنمشي كنخدم نهار كامل كنرجع بالليل كنعس، وبقات حياتي بحال هكا لواحد المده. واحد النهار راجع من الخدمه عيان، يلاه دوزت مشيت باش الناس كتصون عليا واحد النمره، وانا ما عرفتش ديك النمره، ومولف ما كنجاوبش النمره اللي ما كنعرفش، ولكن جاوبت. وكان الصوت ديال بنت تقريبا في عمرها 38 عام. المهم ديك البنت قالت لي انا الصديقه ديال الصديق ديالك عبد الرحمن، وقالت لي بلي راه غبر مده طويله هذه ما شافتوش وما سمعت عليه حتى شي خبر، وقالت لي بلي كانت خدات النمره ديالي من التليفون ديالو باش في حالات ما غبر شي نهار ولا طرا شي حاجه تسولني عليه. قلت لها انا راه ما كنهضرش معاه، راه دبست معاه وما بقيتش صاحب وما بقاش خدام معايا وما بقيت سمعت عليه والو، ولكن قلت لها الا سمعت شي حاجه غادي نصيفط لك النمره ديالك عندي. المهم ما علينا، دازت واحد اليومين عاودت صونات لي وكانت كتبكي وقالت لي بلي عبد الرحمن ضربها ودا ليها فلوسها ومشى هرب وخلاها. وانا نقول لها انا مالي، تفكرت هضره ديال صاحبي، قلت لها اسمحي لي ما يمكنش ندخل في هادشي، وصافي قطعت التليفون عليها. ولكن كانت هذيك هي اول ليله غادي نحلم بها. حلمت بداك الحلم الاول اللي قلت لكم، هادشي اللي غادي يخليني في الصباح فقت مباشره صونيت عليها، قلت لها عطيني العنوان، ومشيت عندها حتى للدار. فاش مشيت للدار كانت هي في الطابق الرابع. طلعت عندها ووصلت للباب ديال الدار ديالها وبقيت كندق، ولكن ما كتجاوبنيش، وبقيت كنصوني عليها. كان التليفون طافي، وحتى شويه بان لي الباب محلول، وانا نحل بالفضول ديالي حليت ودخلت وبقيت كنعيط اختي خديجه واش كاين شي واحد بصوت مجد، والو ما جاوبتنيش. وبقيت كنتمشى شي شويه كندور في الدار، شفت نقاطه ديال الدم، وانا مولف كنترعف حيت في الصيف والحراره والحساسيه كل صيف كنبقى نترعف. داكشي باش قلت واقيلا شي واحد ترعف، هذه هي الحاجه اللي جاتني في بالي. صافي شنو درت؟ خرجت سديت الباب وهبطت بحالي ورجعت بحالي للدار. فاش رجعت للدار وصل الليل نعست، عاودت حلمت بديك المراه عاوتاني. هادشي اللي غادي يخليني لا غد ليه نعاود نرجع عندها عاوتاني. هاد المراه فاش رجعت بقيت طالع في الدروج، وصلت للطابق الثالث الدروج باش نطلع للطابق الرابع، كنلقى واحد المراه كدير الميناج. هذيك المراه كانت بحال اللي قلتي شاده الدروج كامل. قلت لها فاك سمحي لي ندوز، هي حيدت الجنب وقالت لي تفضل دوز. فاش شفت فيها كنتفاجئ، عرفتي قلبي كان غيسكت، حيت هذيك المراه هي نفس المراه اللي كنحلم بها. ولكن واخا هكاك تجاهد الامر وطلعت عند ديك المراه وبقيت كندق وكنصوني والو ما جاوبتنيش تقريبا 15 دقيقه بحال هكاك. فاش نزلت ما شفتش هذيك المراه ديال الميناج، اختفت. وانا نزلت لتحت، نزلت عند الكونسيرج في الباب، قلت ليه واحد المراه كدير الميناج ما بانتلكش فين مشات؟ قال لي ما كاين حتى شي مراه كدير الميناج هنا من غير مرتو، ومرتو راه في البلاد دابا راه العطله، راه شي سيمانه عاد غادي ترجع. قلت ليه واش متاكد؟ قال لي راه متاكد، مرتي اللي كدير الميناج هنا ماشي شي واحد اخر، ما عندناش مراه اخرى كدير الميناج، ومرتي ما كايناش كما قلت لك. وسولته على المراه اللي ساكنه في الطابق الرابع، قال لي ما كاين حتى شي مراه ساكنه في داك الطابق. قلت له واش متاكد؟ قال لي انا راه 5 سنين وانا خدام في هذه العماره وكنعرف اش كنقول. وانا نسولو قلت له لا ما يمكنش، قلت له غير شي يامات هذه واحد المراه صونات عليا وقالت لي راه ساكنه هنا. قال لي بصح كانت واحد المراه، وديك المراه راه دابزات مع مول الدار وما بقاتش كاريه عنده ومشات بحالها، حيت قال لي مشات لشي دوله اخرى رجعت بحالي. فاش رجعت بحالي كنعس كنعاود نحلم بنفس الحلم عاوتاني، واخا هكاك بحال اللي بديت كنتاقلم مع داك الحلم وبديت كنتجالو. حتى لواحد النهار غادي يصوني عليا الدري صاحبي
عبد الرحمن وغادي يقول لي بلي راه غادي نرجع للخدمه. وبصح رجع للخدمه ولا خدام معايا. سولته على ديك المره، قلت له فين ديك المره اللي كنتي عارف؟ ما بغاش يجاوبني، ما بغاش كاع. صافي عبد الرحمن ولا خدام معنا عاوتاني. انا قلت واقيلا غيكون دابز معاها وما بقاتش كتعطيه فلوس داكشي باش رجع عاوتاني باش يخدم. وفاش كنرجع كنعاود نحلم عاوتاني بنفس الحلم، حتى وليت كنبغي الناس غير شي ساعه ساعتين، ما بقيتش كنحمل شي حاجه سميتها النعاس. وحيت ما كنتش كنحمل شي حاجه سميتها النعاس، كنت وصلت 3 ديال الصباح ومازال ما نعش، وشاد كنسكرولي في التليفون ويوصلني ميساج من الدري صاحبي. قال لي عافاك هبط راني لتحت، بغيت نطلع عنده. وهبطت عنده وطلع عندي للدار ودخل، كان السيد بحال مخلوع وقال لي عافاك واش ممكن نهضر معاك في واحد الموضوع؟ قلت له هضر، قلت له خذ راحتك. ويعاود لي كلشي، قال لي بلي ديك المراه راه غرو الشيطان دخل عندها للدار ولقى عندها بزاف ديال الفلوس وهزهم وبغى يهرب، ولكن شافته وقاومته وضربها وصفاها لها. قلت ليه ولكن فين هي دابا؟ قال لي راه دفناها انا وصاحبي، عيط لواحد صاحبو سميتو محمد وهزوها في وسط الزربيه وداوها دفنوها في الصحراء. وتما بديت كنتخيل داك الحلم اللي قلت لكم في الاول ديال انني كنحلم مرة كيدفنوها في وسط واحد الحفره كبيره في الصحراء. وسهيت صدمت، ما وليت تما تاكدت بلي داك الحلم ما كانش حلم عادي. وقلت ليه ولكن انا راه مشيت لديك الدار وسولت الكونسيرج وقال لي بلي راه شافها خرجات. كيفاش خرجات؟ قال لي بلي كرا واحد المراه اخرى كتشبه ليها وعطاها فلوس وهي مثلات نفس الدور. قلت له ولكن ما يمكنش، هذاك النهار راه غيعرفها واخا هكا، واخا راه هذيك هي خدمته. قال لي هذاك النهار ما كانش هو، كان ولد عمو، حيت هو كان مشى حيت مع العيد والعطله مشى مع مرته وصلها، مشى مع مرته للبلاد. المهم صافي انا بقيت مصدوم. قال لي عافاك عاوني. صافي ووافقت حيت عزيز عليا، الدري كبر معايا وقرا معايا وكلشي. قال لي غنبقى معاك يومين وغادي نهرب وغادي نمشي للطاليان. قلت ليه علاش غادي تهرب؟ واش البوليس عرفوا؟ قال لي كاع ما لقاوش الجثه، ولكن راه بداو كيقلبوا عليا حيت كانوا عارفين انني بعلاقه مع ديك المراه، وعائلتها علنوا بلي انها اختفت حيت ما بقيتش كتجاوبهم. داكشي باش في اي لحظه غادي يجيو عندي. صافي انا وافقت انني نعاونو حيت كنت مصدوم. القرار خديته فجاه، وهاد المره نعست وما حلمتش بالمره كتقول لي عاوني، حلمت بها معصبه جالسه في واحد الكرسي وشاده واحد العقيق قطعاته وكتلوح داك العقيق في الارض وكتقول لي هذه هي حياتك. ما فهمتش انا هاد الجمله ديال هذه هي حياتك. وشنو مشيت درت؟ مشيت عند واحد الصديق واحد اخر سميتو علاء. هاد الصديق امام. قلت ليه عافاك واش ممكن تشرح لي واحد الحلم كنحلم به ديما راه مرضني؟ وعاودت ليه كلشي. شنو قال لي؟ قال لي ديك المراه اختارتك انك تعاونها حيت الروح ديالها ما ارتاحتش وهي ما بغاتكش انت، هي بغات صاحبك عبد الرحمن انه ياخذ الجزاء ديالو. وقلت لي ما عمرها غادي تبعد عليك الا ما مشيتيش عند البوليس وعاودتي لهم كلشي. كنت باغي نمشي عند البوليس ولكن خفت ان عبد الرحمن يشوفني. داكشي باش مشيت للدار وتاكدت انه ناعس وصونيت عليهم. بغيت نعاود ليهم يلا مع بغيت نهضر مع تيحط لي المصفى نقي. قال لي الا قلتي شي حاجه غنصفيها لك بالاشارات. قال لي زعما قطع عليهم بلا ما تبين ليهم. وانا قطعت ولكن البوليس حسوا بلي شي حاجه ما هياش وجاو للدار. فاش جاو هو شافوه موارب وشافوه هرب تبعوه. فاش تبعوه تيراو فيه. فاش تيراو فيه مات. وفاش مات عيطوا لصاحبه محمد حيت انا عاودت لهم كلشي. شدوه وبركوا عليه حتى اعترف بكلشي ووراهم البلاصه فين دفنوا الجثه. مشاو جبدوا الجثه وعاودوا دفنوها بطريقه زوينه وداروا كاع المراسم ديال الدفن. ومن تما ما بقيتش حلمت بديك المراه كاع. دازت تقريبا شهر حتى لواحد النهار حلمت بلي ديك المراه فرحانه ما بقاتش كتغوت وكانت غير كتضحك وكان واحد النور نابع منها. وفاش فقت فهمت بلي اخيرا الروح ديالها ارتاحت، المجرمين خداو الجزاء ديالهم. وهنا سالت القصه ديالنا. استخفت بهاد القصه. خصكم ديروا فولو. فين عشيري؟ تا هو عشيري اللي في القصه ياك؟ سميتي احمد؟ لا واحد السيد قتل واحد المراه انت هو. المهم كانت هذه القصه ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم وبغيت نبدا معكم واحد السلسله جديده اللي سميتها قصص المتابعين، وغادي نركزوا على قصص الرعب. غتدخلوا لي كومونتير وغتكتبوا لي شي قصه غريبه طرات لكم شخصيا ولا سمعتوها من شي صديق مثلا. انا غندير واحد الفيديوهات اللي غادي نبقى في كل فيديو كل مره نعاود القصه بالطريقه ديالي. هادشي اللي كاين. خليو اشتراك في القناه، لايك الفيديو، ونشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.